الباور سبلاي هو القطعة الأكثر أهمية في جهاز الكمبيوتر، ببساطة هو اللي مسؤول عن توزيع الطاقة لكل القطع علشان تشتغل. تقدر تشبهه بقلب الإنسان اللي مسؤول عن توزيع الدم في الجسم، ودايما بيكون آخر قطعة أنت بتركز عليها لو بتختار أو بتجمع تجميعة جديدة، وده اكبر غلط ممكن تعمله. دي الحلقه الرابعه من السلسله اللي بنتكلم فيها عن ازاي تختار قطع البي سي بالتفصيل، وبطل حلقتنا النهارده هيكون مزود الطاقه او الباور سبلاي. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عايزين الفيديو ده يوصل ل 1000 لايك، ويلا بينا نبدا. بص يا غالي، اي جهاز كهربائي بيحتاج باور سبلاي علشان يشتغل. التلاجة، الغسالة، التلفزيون، كل دي اجهزة فيها باورات. حتى شاحن موبايلك ده يعتبر باور سبلاي. ممكن تكون سألت نفسك سؤال، هو انا ليه بحتاج اصلا باور سبلاي؟ جهاز الكمبيوتر واغلب الاجهزة بتشتغل على حاجة اسمها التيار المستمر، والكهرباء اللي بتكون داخلة من الحيطة عندك تيار متردد. مهمة الباور الاساسية انه يحول التيار المتردد ده لتيار مستمر. بس خلال عملية التحويل دي بيظهر عندنا شوية مصطلحات ومفاهيم مهمة، اولهم الوات. تسمع دايما اللي يقول لك الباور ده 650 واط والباور ده 1000 واط، والارقام دي. الوات ده هو الوحدة اللي بنقيس بيها القدرة بتاعت الباور سبلاي بتاعك. مثلا انا عندي دلوقتي في جهازي كارت شاشه وبروسيسور وحبه قطع بتستهلك مثلا 1000 واط، فلازم علشان نشغلهم يكون عندنا باور سبلاي قادر يطلع ال 1000 واط دي. بس خلي بالك، لان الموضوع لو بالبساطه دي ما كنتش هتحتاج تسمع عنه فيديو اصلا. انت بتجمع اي جهاز لازم تكون عارف استهلاك القطع اللي عندك، وعلى اساسه بتحدد الباور سبلاي اللي انت محتاجه. كل القطع بيكون مكتوب على موقعها هي محتاجه باور قد ايه. مثلا انا عندي في جهازي كارت زي ال 3060 ده تحت اقصى ضغط بيسحب 180 واط، ومعالج ال 14700 تحت الضغط بيقرب من حوالي 300 واط، يعني كده حوالي 480 واط. لسه برضو عندنا مراوح وهاردات وشويه حاجات تانية ممكن برضو تخش لها في ال 100 واط. يعني انا جهازي تحت اقصى ضغط على كل المكونات ممكن يسحب 580 واط لاجزاء من الثانيه، لان مش الطبيعي ان الجهاز يكون شغال تحت اقصى ضغط على كل القطع طول الوقت. فبالحسبه دي انا محتاج باور سبلاي مش اقل من 750 واط. طب ليه يا يوسف؟ مش انت لسه قايل الجهاز هيسحب 580 واط بس؟ ليه محتاج 750 بقى؟ ببساطه لان انت لازم يكون عندك مساحه امان، ما ينفعش تخنق الباور وتبقى طول الوقت ساحب قدرته بالظبط. بص، الموضوع سهل وبسيط في حسبته، وفي مواقع كتير بتساعدك تعمل الموضوع ده. كل اللي عليك ان انت تدخل القطع اللي موجوده عندك بالتفصيل في الموقع، وهو بيحسب لك انت محتاج كام واط تقريبا. وطبعا علشان تبقى في الامان لازم تعلي عن اللي طلع لك من 100 ل 200 واط، وهسيب لك لينك الموقع ده تحت في الديسكربشن. طيب هتقول انا فهمت الجزئيه دي بقى وهروح اشتري اي باور 750 واط وخلاص. هقول لك اصبر، علشان لسه في حاجات اهم. دلوقتي انت لو بصيت على اي باور سبلاي من الجنب هتلاقي الجدول ده. عندك من الباور سبلاي 3 خطوط طاقه رئيسيه بيطلعها، ال 12 فولت وال 5 فولت وال 3.3. كل خط من دول بيكون مسؤول عن قطعه معينه في جهازك، ولكن اللي يهمنا اللي هو اهم واحد هو ال 12 فولت، لان ده اللي بيغذي البروسيسور والكارت، ودول هم اكتر قطعتين بيسحبوا طاقه. لو بصينا على باور سبلاي زي اللي معانا النهارده البي اكس 1000 جي من ديب كول، هتلاقي ان هو على خط ال 12 فولت قادر يطلع لحد 999.6 واط. يعني ده معناه ان الباور سبلاي ده قادر يديني ال 1000 واط فعلا لو انا محتاجهم. ولكن خلي بالك، لان انت هتلاقي باورات كتير في السوق وموجوده خصوصا في الاجهزه الاستيراد، هتلاقي الواحد منهم بال 1200 وال 1600 واط، وهتلاقي سعره مثلا 1000 جنيه. طبعا ده كلام فاضي وكلها باورات تعبانه، لان انت لو بصيت على الجدول ده هتلاقي ان هو ممكن يكون التوتال بتاعه 1200 واط، ولكن على الخط ال 12 فولت بيطلع 200 واط بس مثلا. تاني حاجه هتسمعها كتير قوي في الباورات هي ال 80 بلس سيرتيفيكيشن، اللي يقول لك ده جولد واللي يقول لك ده برونز والكلام الحلو ده كله. باختصار دي شهاده اتعملت علشان تقيم كفاءه الباور سبلاي. اي باور سبلاي واخد شهاده ال 80 بلس معناه ان هو كفاءته اعلى من 80%. طيب يعني ايه كفاءته يا عم يوسف؟ احنا مش لسه متكلمين على الواتات وبتاع، ولا دي حاجه تانية؟ بص يا عم الحاج، ببساطه كده اي طاقه بيحصل فيها تحول او تغير او حركه بيحصل فيها نسبه فقد، لازم يكون عندك جزء من الطاقه دي راح اثناء مشيها في السلوك. حتى 80 بلس معناه ان الهدر اللي الباور سبلاي بتاعك بيعمله اقل من 20%. طب دي تفرق معانا في ايه؟ دي تفرق معانا في ان هي بتعرفك مثلا جوده المواد المصنع منها الباور سبلاي ده. كل ما جوده المواد دي زادت كل ما الهدر في الطاقه كان اقل، وبتعرفك ان الباور ده مش هيسحب زياده من مصدر الطاقه اللي هو بيستخدمه، وبالتالي فاتوره كهرباء ارخص. وطبعا احنا عارفين ان الطاقه اللي بتروح دي مش بتختفي، ولكن بتتحول لحراره، وكل ما زادت الحراره كل ما الباور سبلاي عمره الافتراضي قل. هتقول لي يا عم يوسف انت راجل هجاص وانت كنت ادبي اصلا وانا مش فاهم منك حاجه. هقول لك يا عم سيبك من كل اللي انا قلته ده وركز معايا في دي بس. عندك موقع بيعرفك الباورات اللي واخده تقييم ال 80 بلس، كل اللي عليك ان انت تخش عليه بس وتدور على الباور سبلاي بتاعك. مش معنى ان الشركه كاتبه لك عليه ان هو 80 بلس
يكون 80 بلس فعلا، ممكن يكونوا هجاصين عادي. فلازم تتاكد ان الباور بتاعك موجود هنا. قبل ما نكمل بس عايزك تخش تشوف الباور سبلاي بتاعك موجود على الموقع ولا لا، وتنزل تكتب لي في الكومنتات تحت هو كام واط ولقيته على الموقع ولا لا. وعايزك برضو تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان اقدر اكمل في المحتوى ده، وعلشان احنا خلاص داخلين على 50,000، فايدك معانا كده عشان ننجز. طيب ايه الفرق بقى ما بين الجولد والبرونز وبلاتينيوم والكلام ده؟ الفرق باختصار هو مستوى الكفاءه. كل ما طلعنا في الرانك بتاع الشهاده كل ما كفاءته كانت اعلى. باور زي البي اكس 1000 جي اللي معانا ده واخد تقييم ال 80 بلس جولد، ولما دخلنا على الموقع لقيناه موجود زي ما انت شفت. ده معناه ان باور زي ده تحت استخدام 50% بتكون كفاءته 90%، وتحت استخدام 100% بتكون كفاءته 87%. يعني باختصار لو الباور محتاج 1000 واط تحت اقصى ضغط، فاللي هيسحبه من الحيطه هو 1130 واط اللي هو الباقي من ال 87%. وطبعا كل ما كفاءته زادت كل ما الرقم ده اتحسن. حلو كده، الدنيا بسيطه خالص اهي. نقطه كمان لازم تكون واخد بالك منها لو بتشتري باور جديد. عندك 3 انواع من الباورات، الموديولار والسيمي موديولار والنون موديولار، والفرق ما بينهم هو في قابليه فك وتركيب الكابلات اللي فيهم. حاجه مثلا زي البي اكس 1000 جي ده باور سبلاي فول موديولار، فبقدر افك الكابلات اللي انا مش محتاجها واسيب بس اللي انا محتاجه. طبعا ده بيقلل الزحمه في الكيس عندك وبيخليك تركب اللي انت محتاجه بس. او لو عايز تستخدم كابلات كاستم فتقدر تستخدمها هنا على طول، مش محتاج ان انت تجيب اكستنشن وبتاع. السيمي موديولار بقى بيكون طالع منه الكابلات الاساسيه بس، زي كابل ال 24 بن وكابلات البروسيسور مثلا، وبيبقى الباقي عندك ممكن تركبه او تشيله. والنون موديولار طبعا ما بيبقاش فيه اي كابلات تقدر تفكها او تركبها، كل الكابلات بتكون راكبه جاهزه. طيب في حاجه انا اتسالت عليها كتير قوي، وهي كل كابل من الكابلات ده اعرفه ازاي ولا بيعمل ايه؟ بص باختصار عندك 5 انواع رئيسيه من كابلات الباور سبلاي، وعد معايا كده في السريع. اول واحده بتكون ال 24 بن، ودي بتكون للبورده وشكلها مميز ومعروفه يعني. بعد كده كابلات السي بي يو بيكون مكتوب عليها سي بي يو، وبتكون 4 زائد 4 بن، وممكن يكون اكتر من واحد وتستخدمهم على حسب بوردتك. البي سي اي اي، ودي بتكون كابلات الكارت او اي اكستنشن بتركبه في الجهاز، ودي بتكون 8 بن مقسومين ل 6 زائد 2، ودي بيكون عندك منهم واحد او اكتر على حسب قدره الباور سبلاي بتاعك. فاضل نوعين وهم الساتا والمولكس، ودول بيستخدموا للهاردات والمراوح او اي قطعه خارجيه محتاجه باور، والسلك الواحد بيكون طالع منه كذا وصله. مؤخرا ظهر عندك نوع جديد مع اصدار كروت ال 4000، وهو ال 12 فولت هاي باور او اسمه 16 بن. الكروت الجديده بتحتاج باور عالي بيوصل لحد 600 واط، والكابل ال 8 بن العادي بتاعنا ده هو اخره في التوصيل 150 واط. يعني الكروت الجديده محتاجه 4 كابلات 8 بن، فعملوا وصله جديده وعملوا لها تحويله من 4 كابلات 8 بن لل 16 بن. دي الوصله دي بتقدر تنقل لحد 600 واط تقريبا في سلك واحد، وكمان بتقدر تتواصل مع الباور سبلاي علشان تتاكد ان مفيش اي حاجه غلط في الكهرباء اللي جايه. التحويله اللي عملوها دي بقى عملت مصايب وحرقت كروت كتير لان هي ما كانتش بتركب كويس. فظهر عندنا نوع جديد من الباورات اسمه الاي تي اكس 3.0. انت دلوقتي مش محتاج التحويله ولا الكلام ده، انت دلوقتي عندك كابل ال 16 بن طالع مباشره من الباور سبلاي زي باور ديب كول اللي معانا ده. طبعا كل الباورات الجديده اللي بقت بتنزل بالوصله دي، وغالبا الوصله دي مكمله معانا شويه لقدام. فلو انت هتشتري اي باور سبلاي جديد اتاكد ان الوصله دي هتكون موجوده فيه. على ذكر موضوع الحرائق ده، فانت لازم تاخد بالك كويس قوي. الباور سبلاي قطعه حساسه، واي غلطه فيها ممكن تطير لك جهازك بالكامل. وكمان احنا عندنا كوارث واجهزه كتير بتتحرق بسبب موضوع انقطاع الكهرباء والتيار اللي مش مظبوط. عشان كده هتلاقي في الباورات المحترمه اللي زي الباور اللي معانا ده تقنيات محطوطه في الباور نفسه تحمي جهازك من المشاكل دي. تقنيات زي اوفر باور بروتكشن واوفر فولتج بروتكشن، دي ممكن تحمي جهازك لو لا قدر الله الكهرباء رجعت بتيار عالي ودخلت على الجهاز مره واحده. الموضوع ده بيحصل لاجزاء من الثانيه، وفي اسوأ الحالات ممكن الباور سبلاي يودع ولكن بقيه الجهاز هيفضل سليم. التقنيات دي مسمياتها بتختلف من شركه للتانيه، ولكن كلهم نفس الفكره. وطبعا الحاجات دي بتكون موجوده عند البراندات المحترمه بس. حاجه برضو مهمه وعملت مشاكل كتير لناس بعد ما اشترت، وهي حجم الباور سبلاي. استغربت بصراحه ان في ناس كتير ما تعرفش ان الباورات في منها احجام مختلفه. عندك الحجم الاي تي اكس، وده الحجم الستاندرد العادي اللي بيركب في اغلب الكيسات اللي احنا بنشوفه في الطبيعي يعني المنتشر. وعندك حجمين كمان وهم المايكرو اي تي اكس والاس اف اكس، ودول بيكونوا معمولين للتجميعات اللي هي الميني اي تي اكس والكيسات الصغيره. فلازم تتاكد من حجم كيستك الاول من خلال موقع الشركه قبل ما تشتري. زي ما انت ملاحظ، فانا طول الفيديو كنت بشرح على الباور اللي معايا ده اللي هو البي اكس 1000 جي. ده باور سبلاي جديد من ديب كول من سلسله باوراتهم الجديده الاي تي اكس 3.0، واللي بتدعم وصله ال 16 بن دايركت. الباور سبلاي ده فول موديولار بقدره 1000 واط، واخد تقييم 80 بلس جولد اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. الكابلات اللي معاه لونها اسود وخاماتها مرعبه. الكابلات لوحدها اصلا وزنها تقيل قوي. مش عايز اقول لك بقى الباور نفسه انا ما كنتش عارف امسكه بايد واحده علشان اصوره اصلا. معاه كابل باور، انا عمري ما شفت كابل بالحجم ده بصراحه. في خاصيه مميزه جدا هنا، وهي ان المروحه بتاعه الباور ممكن تقف لو مفيش ضغط جامد عليه علشان تقلل من صوت الدوشه، والخاصيه دي تقدر تشغلها او تقفلها من خلال الزرار اللي موجود ورا جنب زرار الباور. كمان الشركه بتدي لك على الباور ده 10 سنين ضمان، فده لو دل حاجه يدل على ان هم واثقين في حاجتهم. تحت الضغط لما دخلت ابص على الاستابيليتي بتاعه الباور ده على خط ال 12 فولت لقيته ممتاز، مفيش تغيرات او حركه
حركه جامده بتحصل على الفولت اللي خارج منه تحت الضغط، وبالتالي هيكون امن على القطعه. حابب اشكر ديب كول على توفيرهم للباور ده علشان نقدر نستخدمه في الفيديو. دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده. انصحك ترجع تشوف بقيه الفيديوهات بتاعت السلسله علشان هتكون فيها حاجات هتفيدك هتظهر دلوقتي قدامك. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبهولي في كومنت وانا هرد عليك. كان معاكم يوسف، اشوف الشكر على خير. مع السلامه.